بسم الله الرحمن الرحيم. أنفاس الصباح في نظم كتاب الشيخ عبد الفتاح، والمسمى بالرسالة الندية في القواعد الفقهية، نظمه أبو المنذر عبد الله السيد أمين، بصوت المنشد محمود الغرابلي. المقدمة. الحمد لله على التوفيق، وقد هدانا سدة الطريق، ويسر العلوم والمباحث لكل طالب وكل باحث. ثم الصلاة وأزكى السلام على نبينا مسك الختام. وبعد يا معاشر الطلاب، فهذه منظومة في الباب، قواعد الفقه مع الإيضاح، لشيخنا الفذ عبد الفتاح. سماها بالرسالة الندية يا صاحي في القواعد الفقهية، وإنها قسمان يا أخيه، أصلية وغيرها فرعية. مثالها الأمور بالمقاصد، وجلب النفع مع درء المفاسد. ولنضرب للفرعية مثالها تداخل الأعمال. والدين قد أتانا بالمصالح، وكل ما فيه للناس صالح. فإن تزاحمت فكن ملما، وقدم الأهم فالأهم. وإن تزاحمت يوما مفاسد، فاختر أقلها ولا تعاند. ألم تر إلى الذي قد بالا في الحرم فأزعج الرجال؟ فقال المصطفى لا تزرموه، ولا تعنتوا فتمرضوه. القواعد الكبرى. وإنما الأمور بالمقاصد، ونية المصلي والمجاهد. فإنما الأعمال بالنيات، كالحج والصلاة والزكاة. وتجلب المشقة التيسيرا سماحة، وتدرأ التعسيرا. فيجمع المريض والمسافر، وتمسح الخفاف والجبائر. وما أيقنته فلا يزول إلا بمثله ولا يحول. فإن نسيت يوما كم صليت، فابن الصلاة على ما أيقنت. وإن شككت في نقد الطهارة، فالأصل أنك على طهارة. والعادة في شرعنا محكمة، ما لم تضر المرء أو تؤثمه. والعرف إذ يوافق الدليل، وكان ثابتا ولن يزولا. وكان بين الناس عرفا عاما، وكان ظاهرا ظهورا تاما. وكان ثابتا عند الخطاب، وليس طارئا بعد الخطاب. ولا معارضا بعرف ثاني، فيهمل كلاهما الاثنان. وكان في مصلحة العباد، فاعمل به لا تخشى من إفساد. وأهل الفقه في المقام قالوا، الضرر في شرعنا يزال. مثاله الحجر على السفيه، ورد المشترى لعيب فيه. فهذه قواعد منسقة، وبعدها قواعد مفرقة. وإنها في بابها مهمة، في هذه الدروب المدلهمة. قواعد مفرقة. وتدرأ الحدود بالشبهات، فذا ما جاءنا عن الثقات. فدرؤها بالاحتمال أولى، خير من أن نضل أو نضل. واسمع إلى نبينا العدنان، قضى أن الخراج بالضمان،
فإن رددت سلعة لعيبها فيعفى عن غلتها ونفعها، وإنها لو تلفت بدارك كان الضمان فيها من أموالك. فالغنم يا أخي هنا بالغرم، وذا ما بت فيه أهل العلم. وما تولد عن المأذون فإنه هنا غير مضمون، ومنه ما لو حد يوما قاذف فيسقط الضمان في المتالف. واستثني مما فات يا أسامة ما كان مشروطا فيه السلامة، كضرب زوجة ضربا يضر فضامن بحسب ما يضر. وقدموا مباشر الجريمة فقد هوى في هوة عظيمة، ودونه في الجرم من هداه لكنه متبع هواه. فلو دل مهند زيادا ليسرقا من حرزه عمادا، فآثم ومجرم وخاسر ويقع الحد على المباشر. ومن يتلف شيئا للانتفاع فضامن من غير منزاع، ومن أتلفه لدفع الضر فغير ضامن على التحري. كذاك ليس يضمن المؤتمن ما لم يقصر يا أخي أو يهن. مثاله لو تلفت وديعة فاصبر ولتحتسب على الفجيعة، ولا تضمن أحدا آمنته ما لم يقصر فيما قد أودعته. واخرج من الخلاف ما استطعت وقد سمعت فيه ما سمعت من الآية في ذم الخلاف، وإنه شر بلا خلاف. وكل فضل يلحق العبادة في ذاتها فذاكم السعادة، وفضلها في ذاتها يقدم على المكان إذ بها تقدم. فالانفراد في البيت الحرام تسبقه جماعة الإمام، والواجب الحتم لم يتركوه إلا لواجب قد عرفوه. ومنه للمضطر أكل الميتة وإلا أيقن يا صديق موته. وكل شرط جائز مباح لذلكم قد أصل الشراح، ما لم يخالف قرآنا وسنة فاغسل يديك منه وانبذنه. وكل شرط ليس في الكتاب فباطل مجاف للصواب، وما أثبته الشرع المعلى فاجعله في باب الشروط أصلا. وحقه يا صاحب التقديم عن شرط باطل لا يستقيم، وما يحرم الشرع استعماله فلم يبح يا صاحب استغلاله. ولا اتخاذه ولا اصطحابه فتوى النبي وكذا الصحابة، كخازن في بيته الخمورا أو يصطحب في داره الخنزيرا. وكل شيء أخذه حرام إعطاؤه كذلكم حرام. والتابع المشتق في التشريع له كما ترى حكم المتبوع، فمن شرى بهيمة بحملها قد اشتراها والذي في بطنها، وذبحها كذاك للجنين في بطنها ذبح بلا سكين. ومما يعرف من الأمور لا يسقط الميسور بالمعسور، فمن يسطع قياما في الصلاة يلزمه القيام في الصلاة، ومن يسطع في بعضها يقوم وإلا فاعلم أنه ملوم. ولا يجوز في أمر الصيام لا بد من فطر أو من إتمام، لأنه كل وليس قابل تجزئة وإن يحدث فباطل. وكل فعل وجدت أسبابه
ولم يفعله المصطفى فبابه باب الترك لا باب التعبد، فذاك أولى للورى وأرشد. والنهي إن كان لذات الأمر أو شرط صحة لنفس الأمر فإنه دل على البطلان، أو كان خارجا فشأن ثاني. ولا تحكم لشيء بالصلاح من الصلاة أو عقد النكاح إلا بقيد ضابط وركنه مع انتفاء مانع لحكمه. والعقد باطل بلا ولي والوارث القاتل كالداعي، ومن أتى بعمل يثاب من جنس جهده له الثواب. ومنه لو صلى على أخيه فأجره لا شك مستوفيه. يفيد الأمر صاحي بعد الحظر ما قد أفاد الحكم قبل الحظر، كالنهي عن صيد مع الإحرام وإن حللت ليس بالحرام. والأمر بالقتال للوجوب وبعد الحظر عاد للوجوب. والاقتراع جائز مباح وفي النزاع للورى صلاح، بل إنه من سنة المختار عند النزاع أو عند الأسفار. ودرءا للخلاف والتناقض فأتبع التبرع التقابض، فإن لم تفعل علق التبرع وكثر الخلاف والتنازع. ولا تنسب لساكت مقالا لعله عن الكلام مالا، لكن سكوت المرء عند الحاجة في الأصل بيان لتلك الحاجة. ومن قواعد الشرع المبجل أن المشغول فيه ليس يشغل، فلا تابع لسلعة مباعة ولا تجعل عقدين في البضاعة، لأنها كما ترى مشغولة فإن شغلتها فكالمغلولة. ومن يؤدي عن أخيه واجب فرده إليه حق واجب، إن كان قد نوى عودا إليه فمن ثم يؤدي ما عليه. والحكم دائر مع التعليل في الكره والتحريم والتحليل وجودا وانعداما حيث دارا، كالخمر إذ تسبب الإسكارا فحرمت يا صاحبي لذاتها، كثيرها في الحكم كقليلها. والعفو في النسيان والإكراه أو خطأ لذاهل أو ساهي مبين أخي في الكتاب، وإنه فضل من الوهاب. وسمى تفصيل لكن يطول يشرحه الثقات والعدول. الخاتمة. وبعد يا معاشر الطلاب فدونكم يا إخوتي كتابي، ما فيه من توفيق فانسبوه لربنا المنان واحمدوه. وإن قصرت فانسبوا التقصير لناظم لما يزل فقيرا، وأسأل الله الإخلاص فيها وأن يثيب دوما قارئيها. والحمد لله على التمام والشكر موصول على الدوام، ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي الهاشمي محمد وآله وصحبه الأطهار، ما غنى قمري على الأشجار. سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، مع تحيات شركة الغرابلي للإنتاج الفني والتوزيع. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.